سؤال بقى مفخخ شويه. حازم امام عايزين يشيلوه الليله كلها؟ سيبك بقى الصاغ يتكلم عن فيتوريا يمشي أنا بس يقعد أنا الرؤيه بتاعته. مش عايزين نختزل برضو السؤال بتاع فكره فيتوريا هيكمل ولا يمشي. هي الازمه مش فيتوريا لوحده، احنا لو اتكلمنا في الازمه فهنتكلم في السيستم بشكل عام. ما انا اديتك واحد من ضمن الازمه اللي هم بيحملوه المشكله. الناس بتتكلم ان الكابتن حازم امام هو المسؤول عن كل حاجه في المنتخب الاول باعتباره المشرف العام على المنتخب، تمام؟ طب هل هو الكابتن حازم امام انفرد بكل القرارات الخاصه بالمنتخب؟ خالص، هو رشح وهم وافقوا. لا انا معاك، لو انفرد الكابتن حازم امام يبقى المجلس يستقيل. لو الكابتن حازم امام خد كل القرارات دي بموافقه المجلس وهم شايفين ان الكابتن حازم امام اخطا، يطلعوا كلهم يقولوا احنا اخطانا نفس الخطا اللي اخطانا مع حازم امام. ما هي لا مسؤوليه فرديه لا مسؤوليه مشتركه. فمش بعد كل بطوله، يعني ده استاذ جمال علام بيسافر كل السفريات صح؟ اكيد. وخالد دندلي. ولو المنتخب صعد وخد الكاس، مين اللي هيتكرم؟ استاذ جمال علام رئيس الاتحاد صح؟ أكيد. لما يفشل بقى صدر المشهد وكان واقف جنب السيد الرئيس وجنب الدكتور اشرف صبحي. لما يفشل المنتخب ما نقولش حازم امام لوحده، هنقول الاتحاد كله فشل. أكيد. بس انا برضو مش عايز اختزل الازمه في الاتحاد برضو. الازمه تاريخ في اكبر من كده والله. احنا كل مره نتكلم مشي كيرو. خليني بس يعني هقطعك في 10 ثواني. انا قلت امبارح ان اتحاد الكره طلبوا مدير فني اجنبي، جابوا وفر جهاز معاون كل الماتشات الوديه كل حاجه، لكن في الاخر برضو انت مسؤول امام كل المصريين انك انت تتواجد ويبقى عندك تكنيكال دايركتور مهم جدا لاتحاد كره القدم المصري. ودي حاجه من الحاجات برضو هقولها تاني اللي كان احمد حسام ميدو بيقول عليها. حاجه من المنظومه. ميدو محترف، ميدو لف في دول العالم كلها وشاف الكره عامله ازاي. فلما نيجي نتكلم في اتحاد كوره ما نتكلمش في اتحاد كوره لوحده، نتكلم في منظومه كرويه في مصر خلاص عفى عليها الزمن، محتاجه كلها تتدمر من اول وجديد. تبدا ازاي؟ تبدا تجيب الاندكس بتاعك، تقعد تقول عباس بيفهم في التسويق الرياضي فحط اسمه، هاني بيفهم في الاداره الرياضيه فحط اسمه، الصايغ بيفهم في اكتشاف اللاعبين. التسويق الرياضي هيودوه منسق امني. الله ينور عليك. فنحط اسماء الناس اللي تصلح لتطوير كره القدم المصريه ونبتدي نبدا الخريطه بالناس دي. انا خايف كده الصايغ بعد ما يبقى مثلا منسق اعلامي للماتشات يبقى مثلا مدير فني مساعد مدير فني. عادي. في واحد من دون ذكر اسماء كان منسق اعلامي وبقى محلل اداء مره واحده في منتخب ما عملناش هجمه واحده، بقى محلل اداء في احد المنتخبات. يعني كان منسق اعلامي. خليني اقول لك بس على فيتوريا. يلا يعني ارزاق يعني كل واحد والله ما بنتكلم سعي اكسب وانجح وحط سيستم واحنا نضرب لك تعظيم سلام. حتى لو احنا انتقدناك الشارع يدافع عنك. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان فيتوريا بس مش مدرب وحش، هو احنا ما قلناش في سوء توفيق غريب جدا كان في البطوله. طبعا انا ما نقدرش نتكلم وانا 120 مليون مصري متابعيهم بسم الله ما شاء الله. احنا عندنا كلنا حالا كل بيفهم في الكوره، راجل الشارع العادي، راجل البياع في الشارع، مهنه من لا مهنه له. يا تاريخ انا بس انا ازمتي وعراء الفرنساويين. يعني انا ازمتي يا تاريخ في الناس اللي هي معاكم وعليكم وده منتشر جدا الفتره دي. يعني لما الكابتن حازم امام تعاقد مع روي فيتوريا الناس كلها كابتن حازم امام جاب مدرب ومشروع و2026 وكاس العالم بعد الباد لك اللي كان للمنتخب مصر وفيتوريا الناس كلها سنت سكاكينها. طيب